السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. النهارده يا جماعه انا جاي اتكلم عن حد، يعني هو طلع ترند على تيك توك عامه، بس انا جاي اتكلم عليه من ناحيه ترند عامه، من ناحيه قصه حياته عامله ازاي. بيقدموا محتوى هادف جدا، محتوى مفيش اهدف منه. عارف انت الهدف؟ هو هدف منه بقى، هدف يعني هدف في المرمى ال90. انا مش عارف اقول ايه، بس هو هدف جامد قوي. بيهدف بقى من سن 9 سنين لحد 13 سنه. ما اعرفش الناس عندها 13 سنه عايشين ازاي بصراحه، يعني صغيرين قوي. 13 سنه دول عندي 14 يعني انا من كتر ما المحتوى هادف انا بطلت اكل مال اليتيم. يعني كانت هوايتي ان انا اقعد الساعه 8 الفجر كده بالليل اقعد اكل في مال اليتيم، ملقلق فيه. يعني كنت بتسلى قوي بالحاجات دي، بحبها جدا. وبطلت برضه ان انا اعدي ناس في الشارع. يعني انا كنت بنزل الساعه 5 الظهر، كنت بقعد ادور على ناس كبيره اعديهم الشارع. انا بطلت الحاجات دي ليه؟ عشان المحتوى من كتر ما هو هادف بيخليك جامد قوي. لدرجه كمان انا بطلت اسمع اغاني مهرجانات، ما بقتش اعتبها. يعني فاهم، كنت بقعد اسمع مهرجانات، ما بقتش اسمع مهرجانات خالص دلوقتي. وهو دخلني في الاسلام. يعني انا كنت بعبد الكنبه اللي ورا دي. هو اللي دخلني في الاسلام. هو شجع كل الناس انهم يدخلوا في الاسلام. يعني الله اكبر الله اكبر على المحتوى كله وهو هادف. هو بيخلي الناس تدخل في الاسلام. ربنا يثبتك يا ابني على اللي انت بتعمله ده. يعني هو مشهور برمز الشاكوش، يقعد يكشكش كده يعني في الطوب الاحمر، ما اعرفش ليه بصراحه، بس مش مشكله. وقعد بقى يعمل ترندات. يعني في النص كده قعد يعمل ترندات مثلا شبه هو اخوه مثلا. هو اسم القناه بتاعته الدسوقي، فهو اخوه قال له حط اسمي معاك مع اسم الدسوقي، فطلع اتكلم معاه وقعد يشتمه ويتبرطم وي. هو اخوه يسكت؟ لا ما يسكتش. راح طلع بقى اخوه على قناته وهو عشان يشهر بقى، عشان يعمل ايه؟ منشن. يعني في الخناقه عامل له منشن، فاهم؟ لا انا مش هسيبك يا دسوقي. راح عامل له منشن تحت الدسوقي، فاهم؟ بص الفيديو ده دسوقي كده، شوف نظره بس عليه. اخوه بقى طلع اتكلم عليه، قعد بقى يقول له انت بتتكلم عليا. وهم المشكله هم عايشين جنب اوض، يعني هم في بيت واحد. هو في بيت واحد. دسوقي يتكلم من هنا تروح الاوضه الثانيه رده. يعني طب ما تطلعوا، يعني زهقوناش احنا وتطلعوا تتخانقوا مع بعض في الصاله ولا حاجه. مش عارف احنا ليه مش عارف. طيب مروان جريتش من اول ما بدا بقى انتخابات التيك توك يا جماعه، الدسوقي اعلن ان هو هيدخل. مش هيكسب شبه كل مره بس ماشي. الدسوقي بقى مفكرها غزوه بدر، ويقعد بقى يقول انا هكسب وانا عدد كتير اكتر منه، انا متابعيني اكتر، انا محبيني اكتر. تمام مش مشكله. في نص الانتخابات حاولوا يعملوا ترويج يعني في الانتخابات، فقال كلمه تضيعه وتخلي كل الناس تعمل انفولو من على اكونته عموما. اخوه جاله قال له احنا شكلنا هنخسر، احنا ما بيننا وبين حمو ايهاب حبيب الشعب بتاع 600000، يعني مش يعني كده احنا تحت الارض من الاخر. قال له لا انا محتواي هادف مش شبه محتوى العيال اللي بيعملوه غلط في حمو ايهاب. وقال ان هو محتوى، يعني هو مش عارف، هو طالع يروج للناس وطالع يكره الناس فيه، مش عارف. اخوه قال له طب ما كل الناس دلوقتي بتعمل محتوى هادف، هي جت عليك يعني؟ فقال له لا انا غيرهم. قال له انا اللي دخلت الناس في الاسلام. بس مش كله كان سبب ان الناس تخش الاسلام. هو كفر. يعني هو لو الدسوقي ما كانش جه في التيك توك عامه، يعني كانت الناس دلوقتي بتعبد الاصنام حرفيا. يعني لا يخرب بيتك يا دسوقي. من بعد الكلمه دي حرفيا هو بقاش ليه وجود في المجتمع. بعد كده بقى كل الناس جت بقى اللي هو تديله في وشه على طول. فهو جاب ورا بقى، قعد بقى يقول انا اسف يا جماعه والله العظيم، انا على فكره كنت بهزر، انا الغلط ان انا اغلط والصح ان انا ما غلطش صحي، فالصح ان انا اغلط والغلط ان انا ما اعترفش بغلطي. فاهمني اكيد. جاب ورا من الاخر. فالمهم الناس رجعت تبعته تاني. نزل بقى وهو اخوه جاي له برده من فوق السطح وبيدبدب في الطوب، قال له شكلنا هنخسر. قال له ما تخافش يا يوسف، هنكسب. انت عارف غزوه بدر حصل فيها ايه؟ هو عايز اقول له دلوقتي لو هتكفر ما تكملش. يعني من كتر فيديوهاتك الهادفه حرفيا يعني مبقتش عارف اعيش، كله هادف. انا بقيت ساعد امي في ترويق البيت من فيديوهاتك انت. قال له كان جيش المسلمين عددهم تقريبا 3000، وجيش العدو عددهم تقريبا بتاع 50000 وكسبوا. عايز اقول لك تسوقي ان انت مش الغزوه، انت مش في الغزوه، انت في تيك توك يا حبيبي. يعني انت قول لي تكسب تعمل ايه؟ هتطلع تعمل شبه فيديوهات زمان 2016، تقعد بقى تعمل كده وتقرب الفلتر اللي على الوش ده وتقعد تعمل كده وكده وكده. يعني انا مش عارف اقول لك ايه بصراحه. ولا هتطلع انت واخوك في 2016 على اليوتيوب وتقعد بقى تديله السماعه وهو يقول لك لا، وفيديوهات نادره خالص انا جبتها. فانا مش عارف بصراحه تعمل انهي محتوى بعد ما تخسر. يعني انت كده خسران من الكلمه اللي انت قلتها دي، كده خسران. طب يا جماعه، يعني عبد الرحمن الدسوقي عمل كل انواع المحتوى انت تتخيلها. حرفيا عمل كل انواع المحتوى. حرفيا هو عمل انواع محتوى دينيه. يعني بيطلع يقول لك لو ما سمعتش القران ده هتطلع لك ملائكه 70 سنه. اسمع القران غصب عنك، يعني كده هتسمعه لازم، ويعمل لك بوش كده. لا اما مثلا يطلع لك يقرا قران فيقول لك، يعني من صغره بيعمل الحاجات دي، من صغره حرفيا بيقرا قران. يعني بيقول لك، يعني بيكتب في الكابشن تحت ايه بقى، بيقول لك اسمع اكيد مش هتقلب، ما تقلبش، يعني وقف تقليب، نو سكرولينج.
نو سكرولينج بعد يور سماتي كل يعني كل ما الليتش عنده وقع يطلع نعمل كده ما يعرفش بقى يوسف جو كده دايما يطلع يقول لك ها يا ولد. وكل فيديوهاته بقى اللي هو ايه اللقمه الحرام لا تنفع ولا تقهر ولا فاهم كده. بعد غلاء الاسعار يقعد بقى يعمل لك ايه فيلم قصير 50 دقيقه على التيك توك بكل ده. وكل ده فيديوهاته فاهم كله كده بقى. واللي هو صلي قبل ما يتصلى عليك يعني ده كويس بس لا. وايه بقى الحته المشهوره بتاعته بتقول ايه بقى؟ احبك يا منار لما تبقي نايمه على الجدار. ويقعد بقى يجيب لك حاجات مثلا من 2020 وهو مثلا بيغسل اطباق فاهم كده. والاخر بقى يجيب لك بقى بعد كده بقى هو فاهم هو ايه بقى في العالميه بقى ولا هو ماسك الدروع بقى كده مش عارف يعني. انت الواحد جبت درع يعني؟ هو انا عشان ما جبتش درع لسه يعني ما عرفتوش والله يعني ولا ايه؟ نازل مثلا يجيب بتيهيه فهو مثلا البتيهيه ب 9 جنيه فهو ادى للراجل 10 جنيه الراجل ما رجعهوش الباقي. فجاله فكره فيديو وهو ماشي في الشارع بياكل باتيه كده وبيعيط. الناس ما عندهاش ضمير يا جماعه. الناس ما عندهاش ضمير اقسم بالله. الناس يا جماعه اتحمد يعني فكره فيديو جديده يعني فاهم. هتجيب بقى 15 مليون دي 15 مليون دي صورة يوتيوب ده خلي بالك. من كام سنه بقى اخوه كان بيدخل عليه الاوضه بقى فاهم وهو ماسك مثلا سان توب وعمال بقى يحط عليه حاجات ويعمل اختلاط عصير كده ويديها له ويقعد بقى يشربها ويقول القرف ده. بس الفيديو خلص على كده. هو كان بيعمل بس خلطات عصير ويديها لاخوه وبس يعني فيديو مضحك. الفيديو مضحك اللي هو يعمل حاجه معفنه يعني. انا مش عارف بصراحه ايه المضحك في الموضوع بس هنعديها عشان اللي فات ده اصلا ما تعداش فهنعديه دي اكيد يعني. صريحه جدا. وحرفيا بقى هو جرب كل انواع المحتوى جرب كله. مثلا من 5 سنين قعد بقى يعمل فلتر الزوم ده اللي هو كده وكده وكده وعمال بقى يحب وبسكوته يا مقرمشه وحاجات بقى كتير بصراحه مش عارف اقولها ازاي يعني. هو جرب كل محتوى مع بنات محتوى مع كل حاجه مش بنات جنبهم. هو مفيش حد هتبص له بنات دويتو فاهم كده. جرب كل انواع المحتوى ما جابش معاه بقى فقال لي يلجأ بقى للمحتوى اللي انا قلت لكم عليه المحتوى الهادف اللي هو مش هادف او هادف سيكا بس هادف من نوع اخر يعني. لو جيت للمحتوى الهادف حمو ايهاب كساحه كل ده. لكن المحتوى الهادف اللي كنت في النص فاهم جبت رغيف عيش ما ادكش الجنيه فقلت اطلع من فيديو ده مش محتوى هادف. المفروض تبقى كل الصفحه محتوى هادف مش كده يعني مش كده خالص. انت كده مش تنوع يعني. انت كده نو انسانيه. الدسوقي بقى يا جماعه بيحب الشتا جدا. بيحب الشتا زي يعني ليه؟ لانه بتجيله افكار فيديوهات مثلا بيقول مثلا انا وخايف الاوضه في الشتا اخو بقى متغطي يقول بحبك يا فايزه لما تبقى عايزه يعني. افكار كتير قوي في الشتاء يعني. الشتاء ده بيحبه جدا مش بيحبه بقى عشان السقعه بقى والكاريزما بقى لا هو بيحبه عشان الفيديوهات بس. وهو عمل كمان الفكره اللي كل مصر عملتها وانا منهم عمل الابهات في مصر يعني. الابهات في مصر لابس بقى جلابيه وداخل كده وقشطه بقى وايه وهو ولا الساعه 7 الصبح وحاجات كلنا عارفينها دي كلهم بيقلدوا من بعض وانا من يعني. هو بيتهيألي مثلا لو عمل محتوى مثلا تامر الجيار وقعد باصص في عينه كده يعني هو هيضحك اكتر منه او هيبقى محتوى هادف يعني. اقول لك حاجه تامر الجيار محتواه هادف اكتر منك على الاقل بيعلمنا ازاي ناخد البرجر في حته ثانيه. فمن الاخر هو كل سنه الدسوقي ده بيعمل فيديو بيقول فيه صلي وارجع صلي وكده بس يعني. ده محتواه يعني. قلب في الاكونت كده تلاقي بقى افكار مختلفه طبعا. صلي ارجع صلي قبل ما يتصلى عليك كله كده فقشطه بقى يلا مش مشكله. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وسبسكرايب وتفعيل الجرس وشيروا لكل اصحابكم عشان يوصلكم كل جديد. وادخلوا على باقي القناه هتلاقوا لينك التيك توك ولينك الانستجرام اعملوا فولو عليهم وبس كده. دلوقتي نقدر نقول البتنجان اخد البرجر في حته ثانيه.